نادي الزمالك العظيم اللي اتحرق دمه امبارح طبعا في مباراه الزمالك والوحده. يعني انا عايزكم ما تزعلوش، انا عارف انك انت جمهور عظيم وجمهور انت بتدعم فرقتك وجمهور انت رايح عشان تشجع الشعار، تشجع التيشيرت نادي الزمالك بغض النظر مين لابسه بقى. ما هو ده نصيبنا. ان حاليا ثلاث ارباع الفريق ده او ثلاث ارباع مين انت بتتكلم في 95% من لابسين تيشيرت نادي الزمالك ما يستحقوش تيشيرت نادي الزمالك. يعني مع احترامي ومعتمد جمال، يعني انا كنت في الماتش امبارح واتحرق دمي واتحرق دم جمهور كتير قوي، ودخلنا في مهاترات ومع بعض وبنتكلم جمهور الزمالك المحترم بقمه الشياكه مع بعض حتى اذا كان اختلاف. اتكلمت انا بقول يا جماعه معتمد جمال انا كنت عايزه يغير يبدل. هي الفكره مش يغير لعيبه قد ما يغير طريقه لعب. انت ما عندكش استعداد انك تجيب جول والواحده بيلعبك دفاع منطقه، فانت طبيعي ما عندكش اللعيب الامكانيات اللي يقدر واحد على واحد او يشوط او يعمل او الكلام ده كله. فانت الافضل كنت تسيب الكره للوحده وانت اللي تلعب على المرتدات، لان انت دي المجال الوحيد اللي ممكن تجيب فيه جول. اوعى تقول لي دونجا هيشوط، اوعى تقول لي رؤى، مع ان نبيل عماد دونجا من وجهه نظر عمل جيم عالي جدا، لكن رؤى ملوش اي 30 لازمه، عمر جابر مالوش اي 30 اي لازمه، ناصر منسي خلاص موقع وماشي. فبطوله غريبه. ففعلا جمهور الزمالك قال طب احنا ما كناش لعبنا البطوله دي احسن من البطولتين دول على ما بنجيب ايه لعيبه. وده الصح، انا وجهه نظري. انت ما كنتش اشتركت في البطولات دي الا اذا انت مخلص من بدري واللعيبه الجديده الناس تشوفها. اللعيبه الجديده ما فيش احسن من كده احتكاك، انت بتلعب مستويات جامده جدا والواحده بول تيم بمحترف ارجنتيني وبرازيل واسامي كبيره جدا، فكانت تبقى فرصه قويه جدا انك انت تعمل اعداد كويس مع اللعيبه الجديده. لكن انت انا عارف انك انت معذور. حلو انك انت عملت خلاص رفع ايقاف القيد ودلوقتي نادي الزمالك من حقه يعمل صفقات وفي ان شاء الله صفقات في الطريق، لكن البطولتين دول كانوا هيبقوا حلوين قوي لو انت خلصت موضوع ايقاف القيد من بدري واللعيبه الجديده اللي شفناها ودخلت في المعسكر ده ولعبت البطوله دي. طبعا امبارح طبعا 3-1 طبعا شوط ثاني انهيار تام، غلطات ساذجه جدا، غلطات وحشه جدا ما ينفعش من نادي الزمالك. انا اللي عجبني امبارح مستوى الونش كوتالي ده كويس، بس طبعا بيلعب في خط ظهر لوحده. اللي عجبني مين تاني؟ مفيش حد تاني عجبني بيتهيألي في الملعب. قلنا نبيل عماد دونجا حلو نقل وراح وكده، سيد نيمار شويه في اليمين، مصطفى شلبي اللي انا ما بعترفش بيه ومش هعترف بيه ابدا الواحد على واحد ونهايه الهجمه ازاي. سيبك انه بيرقص، سيبك انه بيحاول، سيبك انه بيلعب مسافات، لكن مفيش. الناشئين معاهم وقت لازم نديهم وقت، لكن نادي الزمالك محتاج لعيبه. نادي الزمالك محتاج لعيبه دوليين، لعيبه بمواصفات دوليه. ما ينفعش يلبس تيشيرت نادي الزمالك الا اذا كان لعيب دولي ولعيب جامد. هو ده مواصفات نادي الزمالك، ده اللي انت عايز تلعب بيه، ده اللي انت عايز لعيب يلعب ماتش الاهلي من غير ما يخاف. اللعيب اللي يلعب ماتش الاهلي ده هو ده اللي انا اجيبه، اللي يلعب قدام الاهلي يعمل فيه يمين وشمال ده اللي اجيبه. لكن لعيب ركبه بتخبط في بعضها اول ما يشوف النادي الاهلي او يشوف محمد الشناوي والكلام ده كله مش عايزه. انت عايز لعيب جامد، لعيب يشيلك، لعيب يليق باسمه وتيشيرت نادي الزمالك. لكن امبارح يا جماعه كارثه، كارثه قسما بالله. وحتى شيكابالا مع احترامي الشديد، شيكابالا يعني ما هو برضه عايزين نتفق ان شيكابالا ما عادش يقدر يديك ماتش كامل، بس انت عايز فرقه دلوقتي تشيل شيكابالا. شيكابالا مش هيشيل فرقه. شيكابالا بمجهوده ومهاراته والكلام ده شيء جميل ولاعيب كبير واسطوره من الاساطير احنا بنحبه، لكن ما يقدرش برضه عشان برضه نتفق. شيكابالا ده يديك شوط او يلعب مع فرقه تشيله، لكن شيكابالا ما عادش هيقدر يشيل حد عشان نبقى متفقين. وطبعا اللعيبه الدوليين كام لعيب دولي سابق، يعني انت بتتكلم على زيزو، على فتوح، على محمد صبحي اللي انت ما عندكش عناصر مهمه جدا. يعني اثنين ثلاثه لعيبه لو مش موجودين نادي الزمالك بيقع، ودي كارثه. انت ما عندكش لعيبه جامده، كارثه كارثه بمعنى كلمه كارثه. وشوف لك تغييرات ونزل لك الزناري. المهم معتمد جمال على قد اللعيبه الموجودين دي. طول ما اللعيبه الموجودين خلي معاه معتمد جمال وقول يا رحمن الرحيم، بس يغير طريقته. انا ما عنديش استعداد اضغط او العب ضاغط او العب استحواذ معناه ان انا بدنيا هتعب. تاني حاجه ان انا بدور على الفرصه، ان انا عندي مهارات بقى العب كرات عرضيه، اختراقات، تمريرات من العمق، انت ما بتعملوش وما عندكش اللي بيعمله. فانت بتتعب بقى نفسك ومفيش. فانت الافضل ليك يا كابتن معتمد تحترم قدراتك وقدرات اللعيبه اللي معاك وتلعب دفاع منطقه، حتى لو الفرقه اللي قدامك سايبه لك الكوره خليهم هم يجوا يلعب على المرتده. العب انت على المرتدات بس. يعني ارجع، مش عيب انك انت تغير اسلوبك. نادي الزمالك في مرحله حاليا ما عادش ينفع فيها تقول عيب ومش عيب. انت ده فرض عليك انك انت تعمل كده. مع نوعيه اللعيبه اللي عندك ما ينفعش تلعب انت ضاغط على طول ضغط عالي. ما عندكش لعيب يقدر يصنع لك الفارق. اللعيبه اللي تصنع الفوارق مش موجوده حاليا في نادي الزمالك. ما عندكش لعيبه ممكن واحد على واحد يخلص لك الجيم، ما عادش عندك. فانت ما عندكش غير ان انت تدافع وتلعب على المرتدات بالقماشه اللي معاك دي بس. تعملي في عنتر وتمسك والشكل الجميل وتستحوذ وتفضل تتحرك يمين وشمال، ده ما بياكلش عيش. مش دي امكانياتك وقدراتك. ما عندكش لعيب بيشوط شوطه في نص الملعب. اللعيبه امبارح تحس ان رجلها فيها رمل مش قادره تشيلها.
فحلو البطولتين لو انت بفرقتك او انت باللعيبه الجديده او بالعناصر الجديده بتطبق، وما تجيبش لعيبه الا لما معتمد الجمال يمشي. يعني لعيبه مع مدرب جامد، مدرب سي في بتاعه جامد مع احترامي الشديد، مدرب يليق باسم نادي الزمالك ولعب في الكره الافريقيه وفاهم يعني ايه كره افريقيه، وجاي يطبق فكر او عنده سي في جامد واسم كبير مع لعيبه كبيره. انت لو جبت، يعني لو جبت مين، جارديولا يا جماعه مع نادي الزمالك وربنا يعني هو اصلع شعر صدره هيقع باللعيبه دي. اوعى تقول لي جارديولا مع رؤى هيخلي جارديولا يطلع يشحت ويبطل الكوره. جارديولا مع عمر جابر اقسم بالله يبيع هدومه ويقول لك لا ما العبش كوره، ما عندكش لعيبه. انت ما عندناش لعيبه يا جماعه في نادي الزمالك مع احترامي الشديد، ما عندناش. لا تقول لي لا دفاع ولا هجوم، لا دفاع ولا هجوم ولا اي حاجه، احنا عواد الله يستره ماشيها. واذا كان الونش شويه بدا يرجع وما عندكش ممكن لعيب وزيزو الله يستره لما يرجع بس، وكده وشكرا على بقيه الفرقه. شيكابالا على فترات، اوباما لسه شويه فوق وشويه تحت، لكن انت محتاج فرقه كامله، فرقه كامله ودكه بدلاء كمان كامله. فنادي الزمالك في مرحله صعبه، اتحرق دمنا امبارح في الاستاد، بس احنا رايحين ورا نادينا ورا شعار نادينا، ونتفائل برضو الفتره الجايه لازم نتفائل، نتمنى ان في لعيبه جامده تيجي، نتمنى نشوف مدرب جامد يليق باسم نادي الزمالك، نتمنى بقى نشوف صفقات قويه دوليه تلعب لنادي الزمالك. اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت.